عايز اعرف ليه هذه النهايه؟ والله بجد انا مش بلف ودور ولا بدافع. لا خليني اقول لحضرتك حاجه. انا دايما من اول يوم، مش من اول يوم، من يوم الحد 30 يناير، يوم الحد انا موجود في هذه الثوره من يوم 25 ثم 28 29 السبت ما كانتش ثوره. انت ممن شاهدوا جمعه الغضب يعني؟ طبعا. ما كانتش ثوره وما كانتش مظاهره، يعني ما كناش متخيلين، ما حدش كان بيخطط للكلام ده. انا من يوم الحد بقول اول مره اوقن ان هذه ثوره كان يوم الحد 30 يناير، واول مره اوقن ان هذه الثوره ستنصر كان يوم 30 يناير 2011. وقلت هذه ثوره يصنعها الله، ما فيش حد فينا، دي ثوره ربنا هو اللي بيصنعها. لو كل الناس اللي موجودين من ادعى انه مفجر الثوره وانه قائد الثوره وانه زعيم وانه، هذا كاذب كذاب، لان هذه الثوره ليس فيها هذا الكلام اطلاقا. صحيح. انا لو حكيت لك قصه صغيره خالص عن واحده ست اسمها ام احمد، يوم السبت لقيتها جايه وشايله يافطه كده، ورق مكتوبه عليها ومسكها على صدرها كده، مكتوب عليها لن اغادر حتى اخذ بثأري من حسني مبارك. وجايه لي تقول لي لو كلكم مشيتوا انا مش همشي، لازم اخذ بطاري. استعجبت، مين ايه طارق يا ست؟ قالت لي انا اسمي ام احمد، عندي 50 سنه، اتجوزت وانا عندي 20 سنه، باختصار شديد القصه يعني، وحرمت من الانجاب لغايه بعد زواجي من 20 سنه حملت وهي عندها 40 سنه، وفضلت مستنيه الطفل ده اللي هيجي لمده 9 شهور. وجات يوم الولاده جوزها خدها من امبابه يوديها مستشفى الجلاء، طلعوا كوبري 6 اكتوبر بالعربيه، الكوبري واقف 3 ساعات واقفين على كوبري 6 اكتوبر. نزل جوزها يسال، قال لها ده الرئيس في مجلس الشعب وبيعدي، بيقول لجوزها. جوزها رجع، قعدوا في العربيه كمان ساعه، نزل جوزها بيتكلم مع الراجل، مراتي بتولد مع الضابط ضربه بالقلم. رجع ابو احمد ده العربيه، لقى زوجته ام احمد ولدت، وللاسف الشديد الولد بالمشيمه بتاعته مرمي في دواسه العربيه وميت. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد 3 شهور مات ابو احمد، مات من الالم اللي خده على وشه من الضابط، ولا مات حزنا على ابنه اللي بقاله 20 سنه مستنيه. ام احمد بتقول لنا هو ده الطار بتاعي اللي عند حسني مبارك. كم مصري، ست مصريه بسيطه معاها دبلوم تجاره عندها 50 سنه وتفضل موجوده وما تمشيش غير بعد التنحي. انا متخيل القصه ديت او الشخص ده، دي الثوره المصريه. الست دي كانت سبب في ان هي خلتني افضل موجود في ميدان التحرير. والست دي لما شفتها وايقنت ان النوعيه دي من المصريين خرجت وجت ميدان التحرير، يبقى دي ثوره، والثوره دي هتنجح. طب مولانا، هل احنا نسينا ان الله يمهل ولا يهمل؟ نسينا؟ لا ما نسيناش طبعا. يعني خلال 30 سنه كنا خلاص فاكرين الامور ممتده الى ما شاء الله. خليني اقول لحضرتك حاجه، انا واحد من الناس يمكن يعني انا كنت ممنوع من الخطابه، ممنوع من التلفزيون، ممنوع من كل حاجه. كنت بشوفك نعم كنت بشوفك في قناه الناس فقط. طيب ما كويس، الناس كلها اتمنعت.